بسم الله ما شاء الله. الله ينور. واو شوف الجبنه يا صل على سيدي. النبي يا سيدي يا سيدي. حساب انا معيش ولا جنيه. نبقى رقه. لا انا رقه حضرتك تاني الوقت اهوت العربيه تودينا تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جميل، يوم سعيد، يوم لأحلى المتابعين وأحلى الناس الجميلة اللي زي العسل دي. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وابقى لطيفه وخفيفه على قلوبكم يا احلى مشاهدين حلميه خارج مصر وجوه مصر. مدبسيني في عزومة يا أحلى متابعين ويا أحلى جمهورية. ما نشوف هيعزمنا على ايه؟ طبعا يا جماعة قبل ما نبدأ الفيديو حابين إن احنا نقول لكم تنزلوا حالا دلوقتي تعملوا لايك للفيديو ده، لايك جميل واد يا جدا. طريق أحلى انت مثل للراجل اللي زي العسل ده، الله يخليك تسلم. باشا حبيبي حبيبي يا باشا. هاجي لك الصبح ان شاء الله. راس البر كلها نتعرف طارق وابو طارق وابو طارق واخته طارق. ربنا يحبب فينا العبد والرب والحسب الغار. تعالوا كده شايفين ده؟ ايوه احنا ناسين ده، ناسين القمر ده. ولي ايه ده؟ ولي 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 حبيت. انت الجمال كله يا ابو طارق. يلا نركب. تستقروا على ايه؟ انا ساعة ما نخش المطعم يابا لو عايز يبقى حاجة جبت بيتزا، احنا شكلنا نستقر على البيتزا بقى علشان مريوم. تمسك ابوك وتمسك نرمين ونبقوا ما انت معانا يا ام طارق لازم كلنا نتبسط. انا مبسوط طبعا. طبعا خلاص يا جماعه داخلين بقى شارع السوق وكلهم المطاعم، فاحنا هنخش بقى كده ونشوف الجماعه ده اللي هيرسوا على ايه. انت حاربنا من الدنيا دي لا طارق. الدنيا كلها حلوه اهي. هنا ما شاء الله السماء هنا جميل كل حاجه، بس احنا مش جايين في وقت مغرب. الصبح بقى نبقى نيجي شوفوا امشي كتير هتفهمي كتير. ايه ناويه ترسوا هنا؟ هنا مطاعم كل حاجه موجوده هنا يا مطلع. وفراخ مشويه. واحنا كنا فين؟ كنا فين وبقينا فين النهارده؟ عامل قالتنا بيقول لي ياما هنكتشف. مشينا يابا نكتشف كل حاجه. حبسنا في البلكونه زي عرسنا زي القطط ولا ما ايه؟ انت ما تعرفيش تمشي بالنهار، بالنهار الجو حار. يا جماعه تعالوا نقعد بقى، من لازم امشيكم الاول عشان تجوعوا اكتر، عشان لما تقعدوا كده على تعالى الغدا. كده نشوف هنا كريبات اهوت وفطاير وبيتزات. هو احنا نازلين عشان ناكل كريبات؟ احنا في دماغنا كريبات كريبات ده انتوا طلبكم طلع يلا مش مشكله. على قد احسن احسن. المره دي كده على قد. اتفضل ابو طارق. لا قاعد ابو طارق جنب ام طارق. جنبي يا طب انت مالكش كرسي خليك واقف. لا مش مشكله، هتصرف هنجيب كرسي ليه. المنيو؟ لا المنيو. المنيو. اه يا عم انا المنيو. بتاعت المنيو. طبعا بقى احنا خلاص وصلنا وقعدنا وقررنا ان احنا هناكل البيتزا. والله العظيم انا قاعده اقول لهم انتوا يلا خش المطعم انت اعملي لنا البيتزا. البيتزا بقى الله يسترك يا ولد، انت حاسس ان انا عطشانه ولا ايه؟ جايب الكوبايات اهي. طبعا. حاجات متعصبه. نخش المكان بتبقي مرتاحه فيه والاستقبال حلو. برضه جايبين 4 كوبايات. انت باين ممنوع من الخدمه النهارده يا مش محسوب. لا بس جابوا له كرسي كويس اللي هم جابوا له كرسي. في بيتزا سي فود في ب 130 وب 100 اكيد 130 دي الصغيره و150 الوسط و170 الكبير. وبيتزا جمبري عادي ب 120 150 170. وفي بيتزا التونه ب 100 و130 و160. والله مش عايزه ادوس. لا مش هناكل بيتزا تونه لا. هو حد قال لك خديه؟ انا بقول له على الموجود. وفي بيتزا فراخ برضو ب 105 و140 و130. وفي بيتزا بسطرمه 105 140 130. ما فيش حاجه معديه ال 150 ولا قصدي يعني. ابو طارق بيقول لك والله حلو. حلو ده حاجه اسعار ده بسيطه. لوحده الواحده مش 5. يعني احنا 5 ب 400. معرفش بقى على حسب على حسب بقى ما احنا على حسب ما احنا احنا هنجيب. جايين نحسب، احنا جايين نتعشى. 2 بيتزا لحمه مفرومه وسط. طبعا ديت واحده لابو طارق وواحده لام طارق. وعايزه 2 بيتزا جمبري وسط. وانت يا دار انت جايبه لمين جمبري؟ انا ومريم. انت مريم جمبري؟ خلاص حضرتك جمبري. خلاص 3 بيتزا جمبري وسط و2 بيتزا لحمه مفروم وسط. انت عايز بطاطس؟ ماشي 2 بطاطس. يلا كلوا واستمتعوا. متعوا. احنا ما نلفوا من السنه الجايه. شكرا لحضرتك. خدمه 100 100 والمكان هنا بصراحه يعني
بس سهولة ممكن. بس حبايب قلبي اللي هيجي فينا له 50%. لا احنا لسه ما اتفقناش معاهم على 50%. لو هتعملوا خصومات ما ما خصموش يعني كده هتلبسني وكلكم تشتغلوا. احلى صف في الدنيا. الله يخليكم تسلموا وربنا يعينكم يا رب. بصوا المكان متوفر منه كل حاجه. طبعا بقى يعني البيتزا لسه هتتعمل وهتغيب، فهم عاملين بقى ايه استراحه كده، والاستراحه حلوه. اشمعنى القعده هنا قدامها المرجاح؟ بس احنا قرب المرجاح. لا انا بصراحه انا اول من نزولنا النهارده بقى السوق اكتشفنا حاجات كتير. الحلوة بقت حلوة بقت حلوة ولها طعم جديد تروح لبعيد قلت حبيبي أمها والشاي أحمر. طبعا استلمنا الشوكه والسكينه قبل ما الحاجه تيجي. دبح يا عم. صبح يا عم الحاج. انا هعرف اكل بالشوكه. بتقول ايه؟ انا هعرف اكل بالشوكه. ليه يا ابو طارق؟ يا طارق الشيف فاكر بقى اي حاجه يا ابو طارق. الشيف فاكر اي حاجه. 9% يطلع لها شغل. ايوه زمان قلت لكم بقى يا جماعه عايزين رايكم بقى في الاماكن والمدينه. هي المدينه جميله جدا والاماكن جميله، وفي الغالي وفي الرخيص وفي الوسط، وكل واحد على حسب المكان اللي يرتاح. مش هنقول على الامكانيات كويسه والحمد لله تعالى، بس كل واحد على المكان اللي انت بترتاحي له. وربنا يريح قلوبنا وقلوبكم جميعا يا رب العالمين. بصوا انا عاوز اقول لكم حاجتين بس قبل ما ارجع لهم تاني. انا حاليا دلوقتي بعد ما يتغدوا انا هعمل معاهم يعني حوار بسيط كده. طبعا هم دخلوا وقعدوا ومزاجهم حلو وعاملين حسابهم بقى للطريق اللي عازمهم وهيبسطهم وهيدلعهم. لا مفيش الكلام ده، انا مش عازم حد يا جماعه. انا طبعا يعني شوقتهم وطلعتهم على اساس ان انا عازمهم، وهاجي بقى لما يتغدوا اقول لهم انا نسيت الفلوس ومفيش معايا فلوس وانت يا ام طارق اللي هتحاسبي. خد يا طارق جابوا لنا طبق البطاطس. خد البيتزا دي. ما جايه بالسكه. هما بيجيبوا لك التحبيش قبل الليله. كمان هاكل البطاطس قبل ما يجي. هنشبع. استنى على البطاطس بصراحه. لا يا ولد. طبق البطاطس دي بكام طارق يا اخوان؟ انت اكلت بطاطس؟ اكلت يا مريم؟ انا خدت واحده عشان شوف زي ما بعملها. لا البطاطس بتاعتهم لها طعم على اللي انت بتعملها. لا لا هنا البطاطس لها طعم تاني. دي متبله ولا ايه؟ بسم الله ما شاء الله. الله ينور. ده اللحمه مفرومه هنا، واحده عند ابو طارق وواحده عند ام طارق. لسه بتاعبكم ما جاتش. شكلنا احنا مطولين احنا جمبري. يا سيدي. الثلاثه بتوعنا جم احنا كمان. الله ينور عليك. ده الجمبري. شايفين الجمبري وحلاوه؟ قد ايه؟ جمبري واللحمه بتاعتهم وصار. طازه. الريحه جميله. صدقي ده طلعوا ناسيني. هو فين يا جماعه؟ يومك النهارده ناس. يعني يوم النهارده ناسي. طارق المنسي. المنسي وام طارق. انت بتعملي ايه؟ لا عندي اشوف الجبن. ما تعمل زي ام طارق كده. يا ابو طارق خش بقى ولا بس انا اقطعها لك. الله يكرمك يا ابو طارق. ما انت حاجه واحده عليه. واو شوف الجبنه. يا صلى على سيدي. النبي. يا سيدي يا سيدي يا مقولنا. ايه هتسحب؟ انا بعد المكنه اخش. اي شاطر. اخش اقول لهم الجبنه دي جايبينها منين؟ ام طارق حابه تدوق. ايه هتاكل سخن يا ابو طارق؟ يا سلام. طب وانا يا جماعه. الله ينور عليك. ايوه هنا اخيرا بتاعتي جت يا جماعه. ايوه هنا. انت منسي. يعني على طول ما انتوا ناسيني ليه في كل حاجه. مشروع. لا طبعا بالجمبري. شايفين بقى ده 3 بالجمبري الجمبري. زي ما انتوا شايفين كده، و2 باللحمه. يا ابو طارق عسل عسل. يا مريوم. بصوا انا من الاخر بقى مش هقدر. ايوه يا ابو مش عارف طارق تصدق يا اسماء. عسل. انت مش عارف تمسك الشوك. ليه؟ كيف بايدك؟ لا ما ينفعش يا ابو لا طارق. انا هينفع انا معايا شوف بقى حاجات عسل. مالها كده مالها جميله كده. شوف ام طارق عرفت تمسكها وعرفت تاكلها ازاي. ابويا بقى قاعد الشكل شفع المية يابا حاجه تعرف عليه. ما انتش عارف. مش عارف تقطعي. ما بتتشكل مع السكينه كده يبقى ايدك يا ابوك. انا هجيب الطبق دي ازاي وهي دي زي دي نخلص دي وندور على الثانيه. رايكم يا متابعيني. لو هنا بتاعكم ده كده عشان انتوا انت جاي قاطعينها. عندنا ليه؟ عشان انتوا قاطعينها بس. قاعده بتاعتنا شوفوا العيال جايبين بالجمبري وعنهم على حاجتهم. يا يلا مروق. اوعي تسيبيه يا ام طارق. كل ما يخلص اكليه. لا لا بركه الله هو
ابو طارق ما بياكلش بيتزا يا جماعه ولا بياكل الكلام بتاعنا ده، بس احنا يعني امرنا عليه اللي هو ياكل معانا ويطلع معانا. هاكل بايدي ولا هقعد اقطع؟ ايوه كده، ما احنا قلنا لك من ساعتها الانبساط احمدي. بعد اذنك انا عاوزك تاكل كده. لا خلاص. خلاص بقى بتاعت جدا. ولا بتاعته بقى يا جماعه. ما انتوش صراحة قادرين. بالنسبة ايه ما عدتش قادره تقولي ولا ايه؟ وكل ده هنوديه فين طالما انتوا ما عدتوش قادرين؟ يعني الصلاه على النبي بقى كل ده. جعانين طب ما وتقولوا كنت جبت واحده كميه علينا احنا اللي خدنا. واحده ايه مطار. طارق بقى سابنا ناكل. طارق ما عادش قادر. انت اكلت حاجه؟ ده شوفوا طبق طارق لسه زي ما هو اهو. يعني انتوا الصلاة على والبيتزا النبي بتاعت بقى ابو طارق زي ما هي، وام طارق بسم الله ما شاء الله قامت بالواجب، وانا نصها، ومريم بنتي ما خدتش غير قطعه واحده. كده مروح. بصراحه هي تحفه وبتصوب بتصوب. الحمد لله. الحمد لله لازم تاكل من ايدي طبعا. خدها مني يا ابو طارق جبر. ابو طارق يقول لي ناكل من يقول لك دي دي بقى يا ابو طارق. جمبري ايه يا جماعه؟ طبعا يا جماعه يعني بصوا هم بيقولوا الوحيد اللي واكل في الاخر، بس الصلاه على النبي بدات اخلص بتاعته هم لسه. انا انت شاب انا بتقل وبدوس في الاخر. شاطر. الف هنا وشوف اياه تاكل الف هنا والشفا. طبعا الحمد لله يا جماعه كلنا وشبعنا والحمد لله، وزي ما انتم شايفين يعني فضل مننا الكميه ديت، فاحنا باذن الله هنكلمهم حاليا دلوقتي يلموا لنا بقى الحاجه دي، وهم ونصيبهم بقى ناخدهم الشقه ده يجي نصيبهم، فالحمد لله الحمد لله مبسوطين. اهم حاجه الحمد لله. شبعتوا يعني. هو بس عاوزين كوبايه عصير. قادر مين؟ انا حاسس ان بطنك اتنفخت انا خلاص والله. رغم ان انت ما اكلتيش حاجه. انا ما بقى يعني انا بلاش تقول على الاكل. يعني بتجوع بسرعه وبتشبع بسرعه. جبن فيها كتير ومتغذيين ما شاء الله. الاكله يعني بتصوب. حساب انا معيش ولا جنيه. انا جيت ابص في البتاع بتاعتي اصلا ما لقيتش فيها الا 100 جنيه. ولا قعدنا كده ولا ايه؟ ولا جنيه ازاي؟ جيت افتح الشنطه ما لقيتش فيها الا 100 ما جنيه. جبتش فلوس وانا جاي. بجد ولا جاي. انا سايبه الفلوس في الشقه. ايه؟ ما تعرفيش في ايه؟ كنت بتمنى. بيقول لك مفيش فلوس، الراجل جاب الورقه دلوقتي علشان نحاسب، وقال لي خليك خد الفلوس، بيقول لي انا معيش فلوس. فرق انت بتشتغلنا ولا جاي تعمل حوار علينا؟ احنا قاعدين في مكان عام ومنظرنا انا ما يبقاش وحش. بفتح بظروف ما لقيتش نسيت انا الفلوس هناك. نسيت خلاص امر حاجه وتعالى. يعني انت هتفضلوا قاعدين هنا كده ده. ده هيسكنوا. انت بتقول انت معكش فلوس ليه؟ انا متاكد ان انت معاك فلوس. ها؟ هيسجنونا. مريم بتقول لك هيسكنونا. ماليش دعوه يا مروق. طارق ما تهزرش. اللي طالب بعمل ايه طيب؟ خالص. تعمل ايه؟ اللي طالب منين؟ يعني انتوا هتستنوا هنا لما اروح واجي؟ استنى امال افتح نفسي في وسط الناس دي. نسيت ولا بتضحك عليا؟ انا هضحك عليك ليه؟ تاخدي الشنطه بتاعتك تشوفيها؟ انا لا افتحي الشنطه كده يعني ينفع ده ما فيش الا 50 جنيه. اهو. يا دوب. ده مش جايبين حق البطاطس اللي احنا كلناه. بعد كده بشوف محفظتك وشوف حاجتك قبل ما افرض انت عازم حد غيرنا يعني تبقى انت مصيرك ايه؟ خلاص بقى عادي بقى مطار. هدفعهم بس هاخدهم مني. تاخدهم مني انت. يعني انت بالفعل ناسي الفلوس ولا انت بتعمل كده علشان امك اللي تدفع ولا انا مش فاهمه يعني. مالك زعلانه قوي كده ليه؟ زعلانه لان ما في فلوس. كنت نجيت وما جبتش فلوس كنا عملنا في الوقت ده. والله انت بتحرجنا يا طارق. احرجك ليه يا ابو طارق؟ ما احرجكش خلاص بقى انا ابو اقول طارق. انت بتحرجني انا بقى وعاوزني انا اللي ادفع الفلوس. هو صراحه من ساعه ما ضرب اخويا سمع السعر حسيت على وشه يعني. ده كشف بعض. نسيت بعضي. ايوه والله انا كنت قدها بس غصب عني يا جماعه نسيت الفلوس في البيت هنتصرف. هنعمل ايه ودلوقتي؟ هي امي خايفه تحاسب. حاولي تسال. خلاص يلا نرمين امك قالت لك حاسب. نعم. امك قالت لك حاسب معيش فلوس بجد والله مش بهزر معاك. طب نحاسب فين؟ ها؟ هنحاسب فين؟ هحاسب فين؟ لا طلع الفلوس بس ما تقعديش. لا انا اللي عازمكم يا جماعه انا هدي لها الفلوس بس لما نبقى نروح كتامه. نبقى رقه كتامه بقى عشان انا محتاج الفلوس اللي معايا. تتهمه. نروح كام نقطع الجمصة؟ لا نروح نقطع تاني. الوقت اهوت العربيه تودينا تاني. تعالي بس يا مطار عشان ما كنتش قصدي ازعلك يعني. انا بعد ما هي حزمت يا جماعه فانا حابب ان انا اقول لها انا كنت متفق مع حبايبنا وجمهوريتنا اللي انا يعني هعمل فصل ان انا معيش فلوس وكده بس انا معايا فلوس انا كنت حاطط الفلوس في الجيب يا جماعه اللي ورا. هديكوا كل حاجه بس انا كنت بس عايز اشوف يعني رد فعلك هيبقى ايه. رد فعلي يا رد فعلك ايه؟ انت فرحانه؟
فطبعا يا جماعه بس انا كنت هيجيبوا لنا الفلوس زي الراجل اللي بيجي في التلفزيون يا نال. بس بصراحه خلينا كلهم كرمشوا يا جماعه زي ما هم كانوا مبسوطين وسعيدين اللي انا مفرحهم. وماليش حته حد يعرفني بقى. بس انا واخد بالي وانت جايبه فلوس على فكره. انا جايبه فلوس معايا انا جايبه معايا فلوس على سن اني عوزت حاجه وانا ماشيه. فطبعا يا جماعه يا رب يكون اليوم النهارده عجبكم واسعدكم كده وتكونوا كلكم مبسوطين. انا هدي لام طارق الفلوس ما تقلقوش يعني يا جماعه العزومه من عليا مش من ام طارق. هو حب يشوف انا قدها واقدرها اعرف ولا لا أيوة. بس هو واد واحد شافني انا بجيب فلوس ولا لا ما تخافيش احنا هناخد منه الفلوس دلوقتي عشان انا قايله لو عجبك حاجه هشتريها. خلاص هو ماشي الصراحه يعني. فضل الفلوس اللي جت معانا كده. فرب يكون الفيديو النهارده عجبكم وتحطوا لايك كده جميل. بالخروجات والفسحات الحكايه مش حكايه اكل بنفك عن نفسنا بنطلع الطاقه السلبيه وبنخشين على الطاقه الايجابيه. يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم واسعدكم وتنزلوا حتى دلوقتي تحطوا لايك واشتراك. لايك ويحط الحب ويحط نقول لهم ايه بقى؟ سلام عليكم كده.